يا صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. النهارده جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد كله كده طاقه وتشجيع. فيديو النهارده كده بسيط، روتين بسيط كده من قلب البيت، من قلب غرفة الأولاد، من غير تكلف كده ولا تصنع. هنبدأ بتنظيف أوضة الولاد ونغير الملايات ونعطر الغرفة كده ونمسحها، وبعدين هندخل على المطبخ نعمل غدا كده اقتصادي وسريع ومش مكلف خالص. هتشوفوا كل ده في الفيديو ان شاء الله. حابه بس اقولك لو انت اول مره بتشوفيني، انا ام جنى ودي قناتي ست بيت لهلوبه. اتمنى تاخديلك لفه في القناه وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك يا ست الكل ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديوهات الجديده باذن الله. كل الموجودين معايا بشكركم، وجودكم معايا بيشرفني وعلى راسي من فوق. متشكره جدا جدا لدعمكم وتشجيعكم ليا. بصوا بقى، انا بحب ابدا اي تنظيف ان انا افتح الشبابيك زي ما شفتوا كده. بفتح الشبابيك كده، والله يا بنات دخول الهواء والشمس ده لوحده بيفرق جدا في النفسيه كده وفي ريحه الاوضه كمان، وبيدي طاقه ايجابيه. دخول الشمس كده او شعاع الشمس ده كده بتحسوا ان هو بيدي طاقه ايجابيه حلوه قوي. ودي اول خطوه بعملها قبل اي حاجه. بعد كده ابدا بقى الم اي حاجه مش في مكانها. بصراحه كل حاجه لما يبقى ليها مكان كده في الاوضه بتفضل مرتبه، يعني حتى التنظيف بعد كده بيبقى اسهل بكتير. عايزه اقول لكل ام كمان، علمي ولادك من هم صغيرين ان كل لعبه بعد ما يخلصوا لعب ترجع مكانها. بعد اللعب كده وبعد ما يخلصوا يلموا اللعب في الباسكت او يحطوها في مكانها لو هي ليها ارفف او اي حاجه من دي. فالاول يعني هيكون الموضوع صعب، لكن يعني مع التكرار ومع ان انت دايما تعلميهم خش شيل لم اللعب بتاعتك، خش حط دي مكانها. بعد كده هيبقى عادة عندهم وهيخفف عنك تعب كتير قوي يعني. زي ما انتم شايفين كده انا برتب كل حاجة كده وشيلت الملايات، غيرت الملايات. انا بحب اغير الملايات يا بنات باستمرار. وعايزه اقول لكم على حاجه، مش لازم يكون عندك اطقم كتير عشان خاطر ان انتي تحسي ان الاوضه نظيفه او تغيري في الاوضه. لا، المهم ان يكون عندك الملايات تبقى على طول نظيفه كده وريحتها حلوه. صدقوني يعني مش هتبقى محتاجه خالص اي اطقم كتير يعني ولا حاجه. السرير النظيف بيغير نفسيه اي حد يدخل الاوضه. فبصراحة يعني لما تبقى الملايات كده ريحتها حلوة ومتعطرة كده بتبقى حلوة جدا. افتكرت حاجة كمان، احنا ساعات بنستنى لما البيت يبقى مقلوب او الأوضة تتقلب خالص كده يعني فوق بعضها علشان ننضف، لكن الحقيقة ده غلط جدا. يعني 10 دقايق كده ترتيب كل يوم احسن من تنظيف ساعات مرة واحدة كده في الاسبوع. ان انت تسيبي الاوضة وتتكركب وكده وتيجي يعني تشيلي بقى كله مرة واحدة ولا الشقة كلها مرة واحدة، لا مش بتبقى حلوة خالص. عايزة اقوله كمان انا معودة ولادي البنات ان هم يروقوا الاوضه بتاعتهم وهم يرتبوا السراير اول ما يقوموا. يعني انا مش كل يوم بخش اعمل اللي انا عملته في الاوضه ده، لا انا بخش ابص. رتبوا سرايركم، نظفوا الاوضه، اكنسوا الاوضه. ساعات بيعملوها بالمكنسه وساعات بيعملوها باللمامه اللي هي الارضيه دي. لموا هدومكم، يعني بتابع معاهم بس بخليهم هما اللي يعملوا. وليا بقى يوم او يومين كده في الاسبوع اخش انا بقى ارتب الاوضه، اشيل السجاد امسحها، واغير الملايات والكلام ده كله. تمام. لازم تعودي ولادك ان هم دايما ينظفوا اوضتهم كده عشان برضو خصوصا لو هم بنات علشان يبقوا متعلمين ان هم ينظفوا ويقعدوا في مكان نظيف. عايزه اقول لكم ان هم يعني بيرتبوا ينظفوا، بيبقوا مبسوطين وبيحسوا ان هم فعلا. تعالي بصي يا ماما شوفي احنا عملنا الاوضه ازاي، تعالي بصي يا ماما بصي انا نظفت الاوضه ازاي، انا فرشت مثلا الملايات ازاي. ان انا بقول لهم يعني ينفضوها ويشيلوها، ينفضوا ويروحوا فرشينها تاني بقى بشكل مهندم وكده، لان ممكن ان هي تكون اتكسرت واتبهدلت كده مكان ما ناموا عليها يعني وكده. فبعلموا ان هم ينفضوا كده السراير ويشيلوا الملايات ينفضوها ويفرشوها تاني ويروحوا كنسين الاوضه. وانا ليا بقى يومين في الاسبوع كده ان انا اخش اروح شايله الملايات وشايله السجاد ومسحه، واعمل بقى مسحه حلوه كده. عشان برضو مهما هم هيعملوا مش هيعرفوا يعملوا زينا. فلازم نعلم ولادنا ان هم ينظفوا كده الغرفه بتاعتهم. رحت بقى هنا على التسريحه كده وبدات ان انا امسح الازاز. بصوا طبعا المانيكير والحاجات اللي بيستخدموها تنقط على اللوح الازاز تعلم.
فيعني بقعد بقى ان انا اشيلها كده وافرك فيها بالفوطة كده علشان تنضف. عايزه اقول لكم كمان وانا بمسح الاتربه كده من على الاسطح كده، بحب استخدم فوطه تكون معصوره كويس قوي، يعني بلاش تحطوا ميه كتير او بخه بسيطه كده بالبخاخه، لان الميه الكتير بتسيب علامات وبتخلي التراب يرجع اسرع، يعني بتحس ان هي اتطربت بسرعه. تمام. وبرده كل فتره كده عايزه اقول لكم ان انتوا تراجعوا الحاجات بتاعت ولادكم، اللعب، الهدوم، الالعاب بتاعتهم، اي حاجه كده بتاعتهم، اي حاجه صغيره كده يعني مش بيستخدموها كتير، يا اما تشيليها في مكان كده معين، انت مثلا لو انت محتاجاها بعد كده، يا اما لو مش محتاجاها يعني بعد كده هدوم صغرت عليهم او اي حاجه من دي، بتتبرعي بقى بيها او بتديها كده لحد محتاجها، او حد من قرايبك عنده ولاد صغيره اصغر من ولادك بتديها له، بس طبعا تكون هدوم يعني تنفع تتلبس، ما تكونش مقطوعه ولا تكون فيها اي حاجه، وتغسليها كويس كده وتعطريها وتحطيها في شنطه نظيفه كده وتوديها لهم. بتبقى حلوه وبتاخدي ثواب برضو، وفي نفس الوقت يعني هتلاقي الاوضه بقى يعني اترتبت واتنظمت معاكي كده، وتحسي ان هي بقت رايقه والدواليب بقت رايقه من غير ما تعملي مجهود فيها كبير. ولو عندكم سله غسيل في اوضه الولاد، علموا برضو ولادكم يحطوا هدومهم فيها اول باول. انا سله الغسيل بره او الباسكت بتاع الغسيل مش حاطه في كل اوضه سله، لا هو باسكت واحد كلنا بنروح نحط فيه، معوداهم يقلعوا هدومهم يروحوا على طول على الباسكت، بعد ما يغيروا ويلبسوا يشيلوا الهدوم يروحوا يحطوها في باسكت الغسيل. لازم تعلميهم على الحاجات دي، يعني بتبقى احسن بدل ما يقلعوا الهدوم يحرموها على السرير ولا الارض ويستنوكي لما تخشي انتي تشيليها وتعنيها. لا مش هينفع، العادات دي بتفرق جدا جدا معاهم لما تعمليها معاهم من صغرهم وهم صغيرين. خلصت بقى كده، قلت بقى اشيل السجاد واكنس كده وامسح تحته، اديته تنفيضه كده على الواقف. بصراحه ما طلعش حاجات كتير غير اتربه خفيفه كده خالص، ورحت بقى ماشيه بالمكنسه كده زي ما انتم شايفين. تحت السراير برضو كان نضيف ما كانش فيه اي حاجه، حبيت بقى اعمل بالمكنسه بما ان ما فيش بقى ورق ولا حاجات من دي، لان ولادي كانوا لسه اصلا كان سنها امبارح. فانا قلت بقى ايه امسحها بقى وكده، الجو حر وعارفين يعني الجو حر كده، فلما بنمسح كده على طول بيبقى يعني تحسوا بطراوه كده وبتحسوا ان الجو بيبقى حلو. كمان بمسح بمعطر يا بنات، يعني المساحه دي فيها بخاخه كده بتحطي فيها ميه وبتحطي فيها شويه معطر، وانا بمسح كده ببدأ ان انا بخ وامسح فبتبقى بصراحة ريحة حلوة جدا، يعني حتى لو انت مش هتعطري فانا مسحة بمعطر فبتبقى الغرفة ريحتها حلوة جدا جدا. مسحت بقى كله كده، وبعد كده بدأت ان انا احط السجاد تاني زي ما كان. عايزه اقول لكم ان انا مشغله المروحه، ولكن الحر فظيع، حر ما اقولكوش، حر جامد جدا جدا، فربنا يعيننا. بعد ما خلصت بقى بحب ارش برضو بقى رشه خفيفه كده من المعطر على المفروشات كده، الستاير والملايات. عايزه اقولك مش لازم ترشي كميه كبيره، ولا لازم يبقى المعطر بتاعك غالي، لا مجرد ريحه هاديه كده تخلي الاوضه كلها منعشه كده وحلوه. ولو حطيتي المعطر في المسيح يبقى خلاص الاوضه بقى كده بقت تمام وزي الفل. ما اقولكوش بقى على الراحه النفسيه الجميله دي. عايزه اقول لكم كمان على حاجه مهمه، الطفل بيتعلم بالقدوه، لما يشوف امه بتحب النظام والنظافه هيبدا يقلدها، ومع الوقت كمان حتى لو اخد وقت بيفرق مع الموضوع ده جدا. والله يا بنات مش لازم البيت يبقى كبير كده ولا فيه عفش غالي علشان يبقى البيت كده جميل وشكله حلو، لا البيت الجميل هو البيت النظيف والمرتب اللي فيه كده راحة كده وسكينة وهدوء كده وترتيب ونظام. يلا بقى نخش على المطبخ. النهاردة هنعمل غدا اقتصادي ولذيذ جدا، وهو كفتة البرغل. انا استخدمت ربع كيلو من اللحمة المفرومة بس، لان مش لازم نستخدم كيلو لحمة علشان نعمل اكلة حلوة، المهم نعرف نوظف اللي عندنا صح. حابة ان انا اعمل اكلات اقتصادية عشان طبعا انتوا عارفين يعني الظروف اليومين دول والحاجة غالية وكده. فانا كان عندي ربع مفروم جايباه
الميزانيه اللي انا كنت معاها عاملاها معاكم، اللي هي 3000 جنيه في الشهر. فطبعا ده كيس ربع مفروم، يعني ربع مش هيكفي، احنا 5 افراد. فقلت اعمل كفته بالبرغل كده. فجبت كوبايه من البرغل ده ناعم الضحى، انا بحب استخدم الضحى يا بنات، بيبقى نضيف جدا جدا وما فيهوش بقى شوايب كتير ولا رمل ولا كده. معايا هو ربع مفروم وبصلتين ومعلقه كده من الثوم، ومعايا البهارات بتاعتي، فلفل اسمر وبهارات كفته، ورشه من البابريكا ورشه من الشطه وملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه. البرغل بقى كنت نقعاه، يعني بقاله يجي ساعتين يا بنات، نقعته في ميه سخنه لمده ساعتين. اضطر خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا نقعته ودخلت بقى ايه، عملت الغرفه بتاعه الولاد. طبعا الكلام ده بعد ما فطرنا وكده. فالمهم البرغل دي كوبايه برغل منقوعه في ميه سخنه لمده ساعتين. بعد كده خدتها صفيتها كويس جدا، اهم حاجه ان انت تصفيها كويس قوي قوي قوي. تمام كده. حطيتها بقى في الكبه وحطيت معاها البصلتين ومعلقه الثوم، وبدات ان انا اضربهم. لو حباها سبايسي شويه ممكن تحطي قرن فلفل حامي. ضربتهم كويس جدا مع بعض لحد ما نعمت المكونات مع بعضها. وبعد كده نزلت باللحمه المفرومه، فرمت كده. وهجيب بقى الاسباتيوله انزل الجناب كده زي ما انتم شايفين عشان كلها تتخلط ببعضها. الخطوه دي مهمه جدا في الكبه. لو انت ما عندكيش كبه هتعجني فيها كويس جدا. طبعا هتبشري البصل تخليه ناعم قوي، وتعجني بقى الحاجات دي مع بعضها قوي، تعجنيها كأنك بتعجني عجين كده، تعجنيها لحد ما تتجانس كلها مع بعض وتبقى حتة واحدة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بس طبعا الكبة بتسهل علينا كتير يعني. خلاص بقى كده عجنتها. هبدأ بقى ان انا احط عليها التوابل، وهحط كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. طيب لو لقيتي بقى هنا العجينة بتاعتك طرية، يعني انا هضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر وهضيف معلقة من النشا. لو لقيتي العجينة بتاعتك طرية كده وبتلزق وحاسة ان هي عايزة تشد شوية، هتروحي حاطة عليها معلقتين كبار مليانين بقسماط. تمام كده. وتعجنيهم كويس جدا جدا. البقسماط ده هيتشرب اي سوائل موجوده في البصله اللي احنا حاطينها، عشان طبعا ميه البصله، فانت لو بشرتيها تعصريها كويس جدا جدا من الميه. تمام كده. حسيتي بقى ان العجينه طريه او حاجه، هتحطي معلقتين كبار من البقسماط. تمام كده. وتعجني بقى الكلام ده كله في بعضه زي ما انت شايفه كده. تعجني بقى كده 10 دقايق كده، ربع ساعه. العجنه دي بتبقى حلوه جدا، بتخلي الكفته كده دي يعني تعمل فتل معاكي كده. فبتبقى كده خلاص هي تمام، فاهماني. بعد كده بقى هشيلها. بصوا النسيج ده، النسيج اللي انتوا شايفينه ده مهم جدا ان هو احنا نعمله، ده بيجي من العجن. بعد كده هشيلها احطها في بوله وتسيبيها في التلاجة لمده ساعه. تمام، لمدة ساعة او نص ساعة بس مش اقل من كده. انا بقى حطيتها في التلاجة وسبتها لمدة ساعتين، عبال بقى ما قعدت كده عملت ايس كوفي وقعدت شوية كده مع حالي. وبعد كده قمت بقى علشان اعملها. حضرت بقى كده صينية، حطيت فيها بطاطس وبصل شرايح وطماطميتين كده. والكلام ده كله انا بحط البطاطس علشان تتشرب كده من طعم اللحمة والبصل، وبتطلع صينية تحفة 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 ومشبعة وحلوة جدا جدا جدا. بصبع بقى الكفتة كده زي ما انتم شايفين. صبعي بقى على اي حاجة. انا عندي هنا دي كده شاليمو تخينة شوية، وافضل حاجة ان انت تصبعيها على حاجة تخينة بتبقى احلى، وبتبقى التفريغ بتاعها من جوه بيبقى اكبر يعني، فبتبقى حلوة قوي. عايزة اقول لكم طالعة هشة وجوسي وحلوة جدا، هوريها لكم دلوقتي. هصبع بقى الكميه دي كلها كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان انا بحاول في السلسله بتاعه مش هستلف تاني، ان انا اوصل فكره ان التوفير مش معناه حرمان، ومش معناه ان احنا ناكل اكل وحش. التوفير الحقيقي ان احنا نخطط ونستغل كل حاجه عندنا وما نرميش نعمه ربنا. كل جنيه بنوفره النهارده ممكن يفيدنا بكره في حاجه اهم. والرزق مش بكتر الفلوس، الرزق في البركه. وانا مؤمنة ان الست الشاطرة مش اللي بتصرف كتير، الست الشاطرة اللي تعرف تمشي بيتها بحكمة وتحافظ على نعمة ربنا وتخلي ولادها مبسوطين حتى بالامكانيات البسيطة. الحمد لله الحمد لله على نعمة الرضا، والحمد لله على ستر بيوتنا. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. في ناس كتير قوي يا بنات مش لاقين النعمة دي. في ناس نفسهم في 4 حيطان كده يقعدوا فيهم،
فنحمد ربنا ونرضى باللي معانا، ربنا هيزيدك وهيكتر من الحاجة اللي في ايدك. اهم حاجة الرضا وترضي باللي في ايدك، وان شاء الله ربنا هيرضيكي ويرزقك، وربنا يرزقكم جميعا ويوسع رزقكم يا رب، اللهم امين. ويعين كل اب وكل ام على بيته وعلى بيتها يا رب، ويرزقكم جميعا من حيث لا تحتسب. بصوا بقى كمية الكفتة، عملت الربع كيلو مفروم عمل معايا كمية قد ايه؟ عمل حوالي 12 او 14 صباع كفتة. وصباع الكفتة ما شاء الله حلو جدا، وعايزة اقول لكم هتطلع من الفرن زي ما هي كده، مش هتكش. اعمليها بالطريقة اللي انا قلتلك عليها وبنفس النظام، وما تنسيش معلقة البيكنج باودر اللي هي تخليها معاكي هشة وزي الفل، واعملي نفس المكونات كده بالظبط. تمام، هتلاقيها معاكي ممتازة جدا، مش هتكش معاكي. بص على الصينية كويس، هنخرجها دلوقتي من الفرن وهتشوفوها. اديتها كده من على الوش دهنة سمنة كده بسيطة عشان تبقى بتلمع كده وحلوة. حطيت فيها كمان ربع كوباية من المية، ربع كوباية بس. وحطيت بقى عليها ورق زبدة، وهحطها كمان عليها ورق فويل، وهدخلها الفرن على فرن سخن. وانا بصبع لما جيت اصبع الكفتة شغلت الفرن، هدخلها الفرن. طب لو انتي مش عندك فرن او مش عايزه تشغلي الفرن وعايزه تعمليها على البوتاجاز، حطيها على عين البوتاجاز مفيش مشكله. اول ما تبدا ان هي تغلي وتسمعي صوت الشكشكه كده، وطي عليها خالص وهدي النار خالص وسيبيها تستوي براحتها كده. وبعد كده تحطيها تحت الشوايه تاخد لون. شايفين صينيه الكفته طلعت ازاي؟ ما اخدتش معايا يعني، خدت حوالي 25 دقيقة في الفرن. طالعة زي ما انتم شايفين حاجة ما شاء الله اللهم بارك زي الفل، والكفتة ما كشتش ولا اي حاجة. كان عندي بقى طبق رز بشعرية كده فايض، سخنته وحطيته جنبها، وعملت جنبها سلطة الطحينة، وحطينا العيش البلدي الجميل بتاعنا. وكانت غدوة اقتصادية وحلوة جدا. وده كان غدانا النهاردة، وده كان فيديو كده بسيط وخفيف، يا رب يكون خفيف على قلبكم وتكون استفدتوا منه. وعايزاكم تقولوا لي ايه اكتر اكلة اقتصادية بتحبي تعمليها وبتكفي الاسرة كلها. اكتبي لي في التعليقات فكرتك، يمكن اخواتنا وحبايبنا يستفادوا منها. لو الفيديو عجبك بقى ما تنسيش تدعميني بلايك وشير، وربنا يبارك في بيوتكم ويوسع رزقكم ويحفظ لكم اولادكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير.